يعني العلم عندك هو المعيار المحدد لجميع السلوكيات، ما أقره العلم أنت تحسنه، وما لم يقره العلم أنت تقبحه، هذا هو المعيار عندك. صحيح. حاضر. لو قلت لك أن الأوساط العلمية كانت قبل سنوات تعتبر البيدوفيليا سلوك مجرم، وكان البيدوفيل يعاقب بالسجن، بل حتى قد تصل العقوبة إلى الإعدام. أنا آتيك بالقصة من أولها. سنة 1960 ظهر فيلم فرنسي هو الذي أخرج بوادر هذا النقاش إلى الوجود. الفيلم الفرنسي اسمه أميتي بارتيكولير، يعني صداقة مثالية. قصة هذا الفيلم وكاتب السيناريو قال أنني أوجه الفيلم إلى الأطفال خاصة حتى يبحثوا عن الحب عند الكبار. يعني مدرسة داخلية في أحد المدن الفرنسية يذهب إليها الأطفال ليدرسوا ويقيمون في المدرسة. القصة كانت تحكي عن طفل عنده 7 أو 8 سنوات، وقع في علاقة حب مع شاب متواجد في هذه المدرسة عنده 21 سنة. الفيلم أظهر بحبكة درامية أن الأمر ممكن، وأنه يمكن أن تكون هناك علاقة حب بين طفل وبين بالغ. وراء بعد صدور هذا الفيلم وقعت وقعت جريمة في فرنسا. 3 أشخاص اغتصبوا طفل، حكم عليهم بمدة ثقيلة جدا. هنا ظهرت ما يسمى ب لا بيتيسيون دو 26 جانفي 1977، يعني عريضة 26 يناير سنة 1977. هذه العريضة وقع عليها أكثر من 70 فيلسوف وشخصية مثقفة ومرموقة فرنسية، موجودة إن أردت أعطيك الرابط وتطلع عليها، موجودة حتى الترجمة باللغة الإنجليزية والترجمة باللغة العربية. هذه العريضة تقول بوضوح أنه يجب على المشرع الفرنسي أن ينظر إلى القانون ويغيره، ولا نعتبر البيدوفيليا أنها سلوك مجرم، يجب أن ندرس عدة حيثيات. العريضة كانت طويلة جدا. بعد هذا بدأ النقاش في هذا الجانب حتى ظهرت منصة تيدكس. منصة تيدكس أخرجت النقاش إلى الوجود علميا بوضع عدة أوراق بحثية تقول أن البيدوفيل قبل أن نجرمه يجب أن نتفهمه ونفهمه، يجب أن نفهم هذا السلوك كيف نتج وكيف قام بهذا السلوك. الأمر أخذ عدة سنوات وعدة محاضرات وكل هذا الكلام. من أهم المنظمات التي تدعم البيدوفيليا منظمة نومبلا. هذه منظمة كبيرة جدا تدعم البيدوفيليا وتضغط، هي ولوبي كبير، على أن يصبح البيدوفيل صاحب توجه جنسي كباقي التوجهات. الأوساط العلمية الآن تدرس كيفية إخراج البيدوفيليا من خانة التجريم، أخرجته إلى خانة الخلل النفسي. الآن تدرس كيف تخرجه من خانة الخلل النفسي إلى التوجه الجنسي العادي. يعني الأمر سيستغرق سنوات وفقط، كما وقع الأمر مع الشذوذ. إن أقر العلم يا لوفلي أن البيدوفيليا هو توجه جنسي عادي جدا كباقي التوجهات، وأن البيدوفيل هو فرد صالح في المجتمع لا يقوم بأي ضرر نهائيا، لا يضر المجتمع، هو فقط يمارس توجهه الجنسي ويمارس حريته الفردية. لنفرض مثلا عندك ابن أو عندك بنت 7 سنوات 8 سنوات، وأصبح الأمر علميا ومعمول به، يعني خرج نهائيا من خانة التجريم، وهذا البيدوفيل أقام علاقة جنسية مع ابنك أو ابنتك ذات، نقول ابنك ذو ال8 سنوات. لوفلي الآن الذي يؤمن بالعلم، هل ستسلم بهذا الأمر وتقول الأمر عادي أم ستعترض عليه؟ طيب، يعني أنا أكرر عليك الإجابة. إن كان يسبب متعة لهذا الطفل، يسبب فرح، يسبب سرور، يسبب فرح للطرف الآخر، لا يكون ممثل لضرر على المجتمع، لا يكون ممثل لأي ألم على المجتمع،
يكون أمرًا عاديًا، إذًا يجب تقنين هذا الأمر، وأنا أول الداعمين لذلك. اتفضل. يعني الأمر ستسلِّم به وستقول أن ابنك الأمر عادي، ما دام أنت الآن أضفت معيار جديد، قُلت أولًا أن العلم هو المعيار، والآن أضفت معيار الضرر والمنفعة. هل أنت تعتبر الضرر والمنفعة هو المعيار عندك؟ بالطبع الضرر والمنفعة هو المعيار، والعلم هو المحدد للضرر والمنفعة. يعني لا مشكلة عندك في هذه الممارسة طالما أن العلم لأ، أقرها، لا مشكلة، أنا وطال أشجعها. حاضر، وطالما أن الضرر والمنفعة بمنظورك، أنت من سيحدد هل وقع ضرر أم هناك منفعة مشتركة. أنت قلت لو أثبت العلم أن هذا الأمر لا يتسبب بضرر على الطفل، بل يجعله سعيد ومبسوط ويبتسم، أنا أكون أول الداعمين وأقر هذا، وأكون يعني مؤيد لهذا القانون جدا. وهنا أين ذهبت مسؤوليتك أنت كأب أنا ومسؤول عن ذلك أنا الطفل؟ مسؤوليتي أن أسبب له ما يجعله سعيدا، وما يجعله عاقلا، وما يجعله فرحا، وأن لا أتمسك بعادات اعتاد الإنسان عليها وأجعلها تشريعا وحدا فصلا للخير والشر. حاضر، إذا هنا لا مانع عندك يذهب البيدوفيل إكس، وبعد مدة يأتي البيدوفيل واي، بعد مدة يأتي البيدوفيل آي، أو يعني إكس ابنك إكس أو إكس، يعني ابنك، أعتذر لأن دراستي أنا فرنسية. جو سي. وبعدها يأتي البيدوفيل الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. طيلة حياة ابنك الأمر عندك عادي جدا، لن تعترض عليه. يا حبيبي، يعني أنا أقول لك للمرة الخامسة عادي، يعني تريد أن تسألني نفس السؤال؟